القبض على نجل محمد حسان أثناء استقلاله سيارة وعثر بحوزته على كمية من المخدرات وسلاح أبيض. والنيابة العامة أمرت بحبس نجل الداعية الإسلامي الشهير محمد حسان 4 أيام لاتهامه بحيازة مخدرات بالشيخ زايد، وطلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للمتهم. الواقعة كانت بدايتها أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الشيخ زايد، وأثناء ذلك اشتبه ضابط المباحث في شاب أثناء استقلاله سيارة ملاكي، وبدت عليه علامات الشك والريبة، وحاول الفرار من الكمين، لكن تم استيقافه والسيطرة عليه، وعثر بحوزته على 4 قطع لمخدر الحشيش و3 أقراص تامول وسلاح أبيض وهاتف محمول. وقررت النيابة إرسال المواد المضبوطة للمعامل الكيماوية للتأكد من طبيعتها. وبعد التعرف على المتهم في قسم الشرطة، تبين إنه نجل الداعية الإسلامي محمد حسان، ومدير تسويق بقناة فضائية. وبفحص هاتفه المحمول عثر على محادثات مع ديلر مخدرات، كما وجد رجال المباحث صورة له أثناء حمله بندقية خرطوش.